اذا كما شفنا كاملين النتيجه ديال المباراه انتهت بالتعادل السلبي ما بين المنتخبين المغربي والبيروفي. بخصوص المباراه اللي لعبناها مع فريق ديال البنايه فكانوا بزاف ديال الحوايج. اولا هي ما كنعترفوش بمباراه وديه حنايا. المباراه لعبنا مع البرازيل كانوا فيها اوراق صفرين. هذه المباراه هذه فيها طرد ديال بوفالو، طرد من المنتخب ديال البيروفي. كاينين جوج ديال الملاحظات. الاولى بخصوص الدفاع، خصنا نتفاداو واحد الاخطاء اللي كنشوفوهم كيتكرروا ماتش مورا ماتش ديال لي باس وفي واحد المناطق اللي حساسه اللي ممكن الا كان ماتش اوفيسيال ونتيجه كتهمنا بزاف ممكن تضرنا بزاف. والثانيه هي بخصوص الهجوم ما كنشوفوش واحد الجمل كتعاود. ديما كنشوفوا الفريق اللي كيوصل للثلث الاخير كنشوفوا ارتجالات اكثر ما كاينين جمل تكتيكيه. ارتجالات مره من بوخلال، مره من زياش، مره من صابيري حتى هو ملي دخل. اذا ان شاء الله خص يكون واحد العمل في التكتيك الهجومي، لان مثلا غنلعبوا مع فريق في الافريق فتوقعوا غادي يلعبوا معنا بحال المنتخب البيروفي، غادي يرجعوا للور وغادي يلعبوا معاك بشراسه وبحده ويلعبوا على المرتدات. خصنا نخدموا على هذا الجانب هذا باش يكون عندنا واحد ليفيكاسيتي وتكون واحد الفعاليه كبر في الهجوم باش نعرفوا نحسموا الامور دائما مبكره باش ما نعقدوهاش على راسنا. وديما مغرب.